المدرسة دايما كانت بالنسبة لنا المكان اللي بنبعت فيه ولادنا عشان يتعلموا ويتربوا ويتكون عندهم شخصية قوية تعرف تحمي نفسها وتواجه الدنيا وفيها الأمان والاحتواء. بس للأسف ساعات المكان اللي المفروض يحمي بيبقى هو نفسه مصدر الخطر. أنا مامة ياسر، تعال أحكي لكم على اللي حصل مع ابني. بعد جوازي من خالد ربنا رزقني بابني ياسر. حياتنا كانت سعيدة جدا، مفيش أي حاجة نقصانة غير بعد جوزي خالد اللي دايما مسافر عشان يوفر لنا حياة كريمة. كان خالد بينزل لنا شهر في السنة، بس لما كان بيجي في الشهر ده كان بيعوضنا عن غيابه. كان يقضي اليوم كله معايا ومع ياسر، ودايما كان ياخدنا ويفسحنا. وخالد كان يقول لي ياسر، بص يا ياسر، بابا بيحبك ازاي وبيعمل لك كل اللي انت عايزه، بس انت خلاص كبرت وسبت الحضانة، والسنة دي ان شاء الله هتروح المدرسة. انا هوديك مدرسة جميلة ان شاء الله هتحبها قوي، عايزك بقى تبقى من المتفوقين. شكرا يا بابا يا حبيبي، انا فرحانة قوي انك موجود معانا وبتفسحني، وكمان فرحان بالمدرسة، وهذاكر كويس وهبقى شاطر قوي عشان تبقى فرحان بيا. بس انا بزعل قوي عشان انت بتمشي وتسيبنا. ماما معاك يا ياسر، وربنا كمان معاك لحد ما ارجع تاني. وبعدين انت راجل، انت اللي تخلي بالك على ماما وتسمع كلامها. ولو ماما شكرت فيك وقالت لي انك بتسمع الكلام وبتذاكر، انا هجيب لك كل اللي نفسك فيه، وانا جاي المرة الجاية ان شاء الله. وتبدأ الدراسة وابني يروح المدرسة، وكنت دايما اسأله عامل ايه في المدرسة لما يرجع، لاني طبعا كنت قلقانة عليه لانها لسه اول سنة ليه ياسر فيها. وهو يرد عليا ويقولي، يا ماما المدرسة جميلة قوي، وعندي صحاب بحبهم وبلعب معاهم، وكمان الميس طيبة. وفي يوم وهو في فصله جت الدادة وأخدت ياسر عشان توديه لموظف إداري في المدرسة، أستاذ وجدي. رغم إن المفروض الموظف ده بيتعامل مع المدرسين وملوش دعوة بالتلاميذ. والموظف ده أخد ياسر عند عربية قديمة ومطربة موجودة جوه المدرسة، وقال له، اركب العربية دي. لأ، دي عربية قديمة ووحشة، وماما قالت لي ما تركبش مع حد غريب. أنا عايز أرجع الفصل بتاعي مع أصحابي والمس. قلت لك اركب، ما تقعدش تبصلي كده، أنا هنا المسؤول واللي أقوله يتنفذ، فاهم؟ واليوم ده لما رجع ياسر من المدرسة دخل أوضته وفضل قاعد لوحده. مالك يا ياسر؟ ليه راجع من المدرسة وشك كأنه تعبان وساكت؟ حد زعلك؟ لا مفيش يا ماما، تعبان شوية في المدرسة، لو سمحتي نامي معايا النهاردة عشان أنا متضايق وتعبان. وتاني يوم بابا خالد اتصل كالعادة، واللي استغربت منه اليوم ده هو إن ياسر بطبيعته لما كان بيسمع صوت الاتصال كان بيجري على الموبايل وهو اللي يرد، لكن المرة دي رفض يتكلم مع باباه. وعشان كده قلت لباباه، امبارح ياسر راجع من المدرسة متغير قوي ووشه مخطوف، وحتى عينه مش عايزة تيجي في عينيا، ولما سألته قال لي إنه تعبان، بس أنا قلقانة عليه قوي. يمكن حد زعله في المدرسة. بكرة على طول إن شاء الله تروحي المدرسة وشوفي إيه الحكاية واسألي عنه المديرة والمدرسين. وتاني يوم رحت للمديرة، ولما سألتها عن ياسر قالت لي، ياسر ده تلميذ ممتاز ومؤدب، وكل مدرسينه وأصحابه بيحبوه، مفيش أي مشكلة معاه هنا في المدرسة. أنا بتابع الأطفال بنفسي، ولو كان في أي حاجة لاحظتها عليه كنت أنا اللي هكلمك. هما الأطفال في السن ده بيكونوا كده، فجأة زعلانين فجأة مبسوطين، ما تقلقيش عليه. وتمر الأيام على نفس الوضع، الموظف الإداري وجدي يطلب ابني ياسر من الدادة، والدادة تاخد ياسر لحد عنده. وقبل ما يرجع ياسر لفصله كان وجدي يقوله، عارف لو فتحت بقك وقلت اللي بيحصل هعمل فيك ايه؟ لأ، أنا مش هعمل فيك انت حاجة، بس لو اتكلمت أهلك، أمك وأبوك، ومش هتشوفهم تاني. وياسر كان نفسه يتكلم عن اللي بيحصل معاه، بس خايف،
خايف عليا أنا وأبوه، بس قرر إنه يتكلم مع المس بتاعته. شاف فيها إنها واحدة من المدرسة وممكن تقف معاه وتمنع الراجل ده عنه، وقال لها في هنا يا مس عمه كبير قوي وتخين وعجوز وقرع. يا مس شكله مدرس في المدرسة هنا معانا، بس هو مش بيدينا هنا في الكلاس، واسمه مستر وجدي. ماله مستر وجدي يا ياسر؟ عملك ايه؟ الدادة دايما تاخدني عنده، بس مش في الفصل ولا عند المديرة، في التويلت وعند العربية. وبعدين شدلي شعري وضربني جامد قوي وعمل لي حاجات غريبة أنا معرفهاش دي ايه، بس كانت بتوجع قوي. وقال لي ما تصرخش، وضربني تاني جامد لحد ما رجعت من الضرب. ولما سابني مرمي ومشى، دخلت الدادة شطفتني ولبستني هدومي. وليه يا ياسر مش بتقول الكلام ده لماما وبابا؟ عشان أنا خايفة عليهم قوي، لأحسن المستر ده أو يعمل فيهم اللي بيعملوا فيا، وأنا مش عايزهم يتوجعوا الوجع اللي بحسه ده. والدادة بتوديني للمستر ده وبيعمل كده معايا دايما، مش مرة واحدة. ساعديني يا مس أرجوكي، أنا دايما بعيط وتعبان قوي. مش عارفة أعمل إيه، دي مصيبة. محتارة أتكلم ولا أسكت، دي مواضيع حساسة. لا أنا خايفة. بص يا ياسر، أنا هكلم لك المديرة عشان تديك عصاية وتضربهم كلهم عشان ما يعملش كده تاني معاك. وعد يا مس. وعد يا ياسر. وتعدي سنة كاملة على المعاناة اللي ابني ياسر بيعانيها لوحده، لحد لما الحقيقة اتكشفت لي. سمعت صوت أنين ووجع طالع من ابني ياسر وهو في الحمام. ياسر يا حبيبي، مالك انت بتعيط؟ افتح الباب يا ابني، خوفتني عليك. انا تعبان قوي يا ماما ومش قادر. يلا يلا يا ابني لبسك ونروح للدكتور فورا. ممكن يا ياسر يا حبيبي تطلع تقعد بره مع الممرضة وماما هتجيلك دلوقتي؟ للأسف يا مدام، نتيجة الكشف إن في مؤشرات واضحة جدا إن ياسر اتعرض للاعتداء الجنسي، ومش مرة واحدة، ده بقاله فترة. إيه؟ ابني؟ اعتداء؟ مين اللي بيعمل كده؟ بس ابني ما قاليش أي حاجة. ابني بيقولي كل حاجة، إزاي؟ أنا فاهم إن اللي بقوله صعب جدا، وده أسوأ كابوس ممكن تسمعه أي أم. أنا آسف، لكن لابد من العلاج، وخصوصا العلاج النفسي. ياه يا ياسر، وأنا مش واخدة بالي. الفترة اللي فاتت كان متغير جدا، ودايما حزين وشارد، ودايما تعبان. يا مدام اللي حصل مش ذنبك، ما تلوميش نفسك. الشخص اللي اعتدى عليه أكيد عمل كده في الخفاء وخوف ياسر عشان ما يتكلمش. لكن دلوقتي لازم نتحرك فورا. أنا هكتبلك تقرير طبي لازم يوصل للنيابة والطب الشرعي، وكمان نبدأ في خطة العلاج. ولما كلمت بابا ياسر قالي سنة كاملة وانت فين كأم؟ طب أنا بعيد عشان أوفر لكم أحسن عيشة، وانت فين دورك؟ أرجوك ارحمني، أنا بتعذب، ما تعذبنيش أكتر بكلامك ده. أنا عيني عليه على طول، ده ابني، بس برضه مستحيل أتوقع إن ده اللي بيحصل معاه. ابني ابني اللي كنت بحوش عشان أربيه أحسن تربية وأدخله أحسن مدرسة يتكسر كده وأنا بعيد. أنا هسيب كل حاجة وأرجع، مش هسيب حق ابني. أنا قبل ما أتكلم معاك مريت بوقت صعب قوي، كنت واقفة في النص ومحتارة أتكلم ولا ما أتكلمش، بس لأ، لازم أتكلم عشان ابني ياخد حقه، وعشان ابني اتأذى لأن كان في واحد قبله اتأذى وسكت. مش هسكت مهما حصل. ولما تم القبض على المجرم ده قال للشرطة: أنا راجل كبير في السن ومريض وعامل عملية قلب وعندي الضغط والسكر. أنا معرفش الولد ده أصلا، لأني كمان مش بروح المدرسة غير يومين بس في الأسبوع. ومع إنكار المتهم القضية اتحفظت لعدم كفاية الأدلة ضده، وعملنا تظلم وبرضه القضية اتحفظت. بس الحمد لله اتحولت لجناية بعد حفظها 3 مرات، والتحقيقات
أظهرت إن المجرم ده بيعمل كده مع ابني بمساعدة الدادة، وحتى لما شكى ياسر للمدرسة والمديرة محدش نجده ولا جابوله حقه، لأنهم خافوا على سمعة المدرسة. ووقتها واحد من أهل المجرم قال لي: بصي، انت عارفة إننا كده كده هنكسب القضية، ووجدي هيخرج منها زي الشعرة من العجينة، احنا ناس واصلة، فبنصحك إنك تقبلي بالتعويض والفلوس اللي قلتلك عليها مقابل إنك تتنازلي عن القضية. وليه تدفع كل ده وانتم صحاب حق؟ انتم كده بتعترفوا على نفسكم. اوعى تفتكر انها مجرد قضية عادية، لأ، ده انا هخليها قضية رأي عام وهفضحه كمان. وفعلا نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قضية ابني عشان أحولها لقضية رأي عام، ولقيت الناس اتفاعلت مع القضية، وانتشر هاشتاج حق ياسر لازم يرجع، وده لأن الجريمة بشعة وكل الأمهات خافوا على عيالهم. وجي يوم أول جلسة في القضية، وكانت جلسة سرية مفيش فيها غير الأهل وياسر والمتهم والشهود والدفاع، لكن بره المحكمة في ناس كتيرة قوي بيطالبوا بحق ياسر. وابني كان لابس لبس سبايدر مان لأنه بطل وشجاع، وعشان ما يظهرش بشكله قدام الناس ونفسيته ما تتأثرش. والحمد لله ربنا نصر ابني، ومن أول جلسة والقاضي حكم وقال: قررت المحكمة إدانة المتهم بجريمة الاعتداء الجنسي، والحكم عليه بالسجن المؤبد مع الشغل والنفاذ، وتعويض المجني عليه ياسر عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به. رفعت الجلسة. ناس كتيرة بتخوفني على ابني وإنه علاجه هيكون صعب، لكني واثقة إنه هيتعالج وهيرجع أحسن من الأول، لأن أنا وأبوه بنتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وعشان كده ربنا نصرنا، وزي ما نصرنا برضه هيشفي لي ابني ويرجعه زي الأول وأحسن.